الحكاية بتبدأ في مدينة لندن مع جاكي وهو مستني بنته كين علشان تخرج من المدرسة، وجاكي يبقى مقاتل صيني هاجر لإنجلترا من سنين طويلة وبقى عايش فيها هو وبنته الوحيدة. ده غير إن هو كان حاسس بسعادة ملهاش مثيل لأنها أنهت المدرسة الثانوية أخيرا وهتدخل الجامعة قريب، علشان كده أمرها تبعد عن الخطر وتخلي بالها من نفسها. فبنته قالت له ما تقلقش عليا لأنها هتكون بخير. وبعد كده نزلت من السيارة ودخلت مطعم قريب علشان تحتفل بالنجاح مع أصدقائها. ولما جاكي حاول ينطلق لطريقه فكان في سائق متهور ووقف قدامه فجأة وخبطه بشدة، وجاكي نزل من السيارة علشان يتخانق معاه، لكن فجأة وبدون سابق انذار في قنبلة رهيبة جدا انفجرت في المطعم اللي بنت جاكي كانت موجودة فيه، والمكان كله انقلب لفوضى تامة. وبعد دقايق بسيطة فجاكي فاق من الصدمة وجري على المطعم علشان يطمن على بنته. وفي الوقت ده خبر انفجار القنبلة وصل لمركز الشرطة، وأول ما رئيس المركز عرف فبلغ القوات علشان يتحركوا بأقصى سرعتهم. وبالفعل البوليس ورجال المطافي والإسعاف وصلوا لمكان الانفجار. ولما أحد الصحفيين كان بيصور الضحايا فبنكتشف إن جاكي بيحضن بنته وبيعيط عليها لأنها توفت وما قدرش ينقذها. وبعد كده جاكي رجع غرفة بنته وحس بحزن شديد جدا لأنه افتكرها أول لما شاف الألعاب بتاعتها وإنها توفت قبل ما تدخل الجامعة. وبعد كده بنقابل ليم، وليم يبقى سياسي كبير، واول لما سمع خبر الانفجار جمع كل اتباعه وقال انهم لازم يحققوا في القضيه دي ويعرفوا مين اللي عمل كده في اسرع وقت ممكن، والا انجلترا كلها هتتحول لفوضى تامه. وفي نفس الوقت ده 2 محققين وصلوا المطعم الخاص بجاكي وطلبوا من المساعده بتاعته انهم يقابلوه. واول لما سالوه عن عائلته فجاكي عيط لان زوجته وابنه توفوا في الصين وما كانش باقي ليه غير بنته كين. وللاسف كل تحقيقات البوليس فشلت وما كانوش قادرين يوصلوا للاشخاص اللي سببوا الانفجار. وجاكي حس باليأس لدرجه ان هو قابل رئيس مركز الشرطه وعرض عليه كل الفلوس اللي معاه علشان يساعده، فالضابط رفض طلبه وقال له انهم بيحققوا في الجريمه بكل قوتهم، واول ما يوصلوا لاي ادله فهيبلغوه في اسرع وقت ممكن. فجاكي شكره ومشي من المكان في صمت تام. وبعد كده جاكي عرف ان البوليس مش هيعرف يساعده علشان يرجع حق بنته، وبدأ يحقق في القضية بنفسه علشان يلاقي قاتل بنته. وبعد ساعات من البحث فوصل لرقم ليم وعرف انه كان مجرم زمان وقضى مدته كلها في السجن واصبح سياسي مشهور. ده غير ان جاكي شاف ليه لقاء على التلفزيون وهو بيتكلم عن الحادثة، ومن هنا مساعدة جاكي ظهرت وطلبت منه ان هو يسيب القضية للبوليس لانه كبير في السن وممكن يأذي صحته. بس جاكي رفض يسمع لها واتصل على ليم علشان يسأله اذا كان يعرف مين سبب الانفجار ولا لا. وطبعا ليم قال له ان هو ما يعرفش مين السبب وتأسف لجاكي على اللي حصل، لكن جاكي حس ان هو بيكذب ومخبي عليه بعض المعلومات. فجاكي عرف انه لازم يرجع حق بنته بايديه، وبعد كده حرق صورة عيلته وسلم ملكية المطعم الخاص بيه للمساعدة بتاعته وقال لها ان هو هينطلق علشان يرجع حق بنته. وطبعا مساعدة جاكي انصدمت من اللي عمله، ولما حاولت تكلمه فاتفاجئت ان هو اخد الشاحنة وهرب من البيت. وجاكي اخرج شريحة التليفون ودمرها تماما علشان مفيش اي حد يقدر يوصل له. ده غير ان هو اخد مجموعة معدات من المخزن علشان يبدأ في تنفيذ الخطة بتاعته. وتاني يوم فجاكي راح لاوتيل في وسط المدينة واجر غرفة هناك، وبعد كده وصل لمكتب ليم وطلب من السكرتيرة ان هو عاوز يقابله. وفي البداية الحراس اتخانقوا مع جاكي وحاولوا يخرجوه بره المكان، لكن اول لما ليم شافهم فطلب منهم يسيبوه في حاله. واخيرا جاكي وليم قعدوا يتكلموا مع بعض وش لوش. وفي البداية جاكي قال لليم ان هو كان مجرم قديم قبل ما يبقى راجل سياسي وممكن يعرف مين سبب الانفجار، بس ليم انكر كل كلامه وكان واضح ان هو بيكذب. فجاكي اخد نفسه ومشي من المكان، وبعد كده دخل دورة المياه وهناك قدر ان هو يصنع قنبلة مؤقتة باستخدام ازايز الكحول وعلبة كبريت مع سيجارة. ولما ليم كان بيتكلم مع السكرتيرة فقنبلة جاكي انفجرت وقلبت المكان كله لفوضى تامة. واول لما البوليس وصل فقال لليم ان القنبلة كانت مزيفة وتعتبر مجرد تحذير بسيط. ده غير ان جاكي اتصل عليه وقال له مش هسيبك في حالك الا لما تعرفني مين سبب الانفجار ومين اللي قتل بنتي. وطبعا ليم اتجنن وفقد اعصابه وامر اتباعه انهم يفتشوا جميع الاوتيلات اللي في المدينة لحد ما يلاقوا جاكي ويقبضوا عليه باي ثمن. ومن هنا بنعرف ان جاكي
جاكي محترف في صناعة القنابل واستخدام الأسلحة، لأنه كان شغال مقاتل محترف زمان. ولما كان بيجهز المعدات بتاعته فاتفاجئ إن أتباع ليم وصلوا للأوتيل اللي كان موجود فيه وحاولوا إنهم يدخلوا الغرفة بتاعته. وطبعا جاكي قرر يهرب وينجي بحياته، لكنهم فضلوا يطاردوه بدون تردد وكانوا هيخلصوا عليه. ومع إن جاكي كبير وعنده 60 سنة إلا إنه هو ماهر بالفنون القتالية ولياقته البدنية عالية جدا، علشان كده قدر إن هو يتفادى أعدائه بسهولة ومسك 2 منهم وروق عليهم باستخدام حركاته الأسطورية بالكونج فو، وقدر إن هو يهرب من الأوتيل بسرعة البرق. وطبعا ليم اتعصب بشدة على أتباعه وقال للمساعد بتاعه إن هو ضعيف جدا لأنه ما قدرش يقبض على راجل عجوز عنده 60 سنة. والمساعد عرف ليم وقال له إن جاكي مقاتل خطير جدا ومالوش أي حل. وبعد فترة قصيرة فليم قال لزوجته إنهم هيبعدوا عن المدينة وهيعيشوا بجانب الغابة لأن جاكي ممكن يأذيهم. ده غير إن هو كلم ابن أخوه جون علشان يساعده، وجون يبقى مقاتل مأجور خطير جدا. وليم كلمه علشان يعرف مكان جاكي ويخلص عليه. وبالليل جاكي استمر في اصطياد أتباع ليم واحد ورا واحد، وعرف إن ليم هينتقل لبيت في جانب الغابة. وجاكي أخد السيارة بتاعته وفضل يمشي ورا العربية بتاعته من غير ما يحس. وأول ما ليم وصل للمكان اللي هيستخبى فيه فحس بالأمان وطلب من المساعد بتاعه يشدد الحراسة، لكنه ما يعرفش إن جاكي موجود وسط الغابة وجهز معداته للهجوم عليه. وجاكي استغل إن الدنيا مظلمة وتسلل بهدوء رهيب، وبعد كده غفل الحراس وأفقدهم الوعي بسرعة البرق. ده غير إن هو زرع قنبلة مدمرة فجرت جزء كبير من البيت، وقدر إن هو يختفي في ثواني معدودة. وطبعا ليم والمساعد بتاعه حسوا بالرعب وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي، علشان كده طلبوا مقاتلين زيادة من أجل مساعدتهم في حماية المكان. وأول ما المقاتلين وصلوا فاتفاجئوا بقنبلة مزروعة على أبواب البيت وفجرت واحدة من سياراتهم. ومن هنا مساعد ليم الذكي استنتج إن جاكي مستخبي في الغابة، وأمر كل أتباعه يفتشوا الغابة بدون تردد لحد ما يمسكوه. وبالفعل أتباع ليم دخلوا الغابة بحذر، لكنهم ما يعرفوش إن جاكي كان بيراقبهم ومستعد علشان يواجههم. وأول ما بدأوا يقربوا منه فوقعوا في الفخاخ زي الخرفان، وجاكي اصطادهم بسهولة تامة. لكن فجأة مساعد ليم ضربه بالنار في كتفه وأصابه بشدة، بس جاكي كان سريع وقدر يهرب منه على آخر لحظة. وأول لما ليم عرف اللي حصل في الغابة فانفجر من الغضب وقال إن هو لازم يبلغ جون ابن أخوه بكل اللي حصل علشان يقدر يتعامل مع جاكي ويخلص عليه. وفي نفس الوقت ده جاكي كان بيفكر في حاجة واحدة بس، وهي الانتقام لبنته اللي ماتت غدر. وبعد كده أخد خنجر ساخن ووضعه على الجرح علشان يعالجه، لكن فقد الوعي من الصدمة وبدأ يفتكر الماضي. ومن هنا بنعرف إن جاكي وعائلته كانوا بيهربوا من الصين بسبب الحرب، وللأسف وسط القتال زوجته وابنه اتخطفوا وما قدرش ينقذ غير بنته كين اللي ماتت في الانفجار. أما ليم فتح قاعدة بيانات وبحث عن جاكي، لكنه اتفاجئ إن هو كان سفاح محترف بالقوات الخاصة بالجيش الصيني وعنده مهارات رهيبة في استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات المميتة. فليم حس بالرعب الشديد. وبعد فترة صغيرة فصديق ليم القديم ظهر، وصديق ليم كان مجرم خطير جدا زمان لكنه أصبح سياسي كبير. وأول لما ليم سأله إذا كان يعرف حاجة عن الانفجار ولا لأ فقاله إن هو ما يعرفش أي حاجة عن اللي حصل، ولو وصل لأي دليل فهيبلغه بدون تردد. بس ليم كان شاكك إن هو بيكذب عليه. وأول لما دخل مكتبه علشان يستريح فسمع صوت غريب جاي من مكان قريب، فحاول يستخدم المسدس بتاعه لكنه اتفاجئ إن المسدس بتاعه مش موجود، وحس بالرعب الشديد لما شاف جاكي موجود قدام عينيه وكان لابس حزام ناسف. وجاكي هدد ليم وأمره إن هو يعرفه مين اللي كان سبب في الانفجار. فليم أقسم له إن هو ما يعرفش مين السبب، ووعده لو وصل للحقيقة هيعرفه في أسرع وقت ممكن. فجاكي صدقه المرة دي وسابه يعيش. وتاني يوم وسط مدينة لندن بنشوف إن في انفجار حصل بأتوبيس هيئة النقل العام، بس المرة دي رجال الشرطة كانوا مستعدين وقدروا عن طريق كاميرات المراقبة يعرفوا إن صديق ليم يبقى واحد من الناس اللي سببوا الانفجار. فرئيس الشرطة بلغ ليم بكل اللي حصل وعرفه إن صديقه بيكذب عليه. وطبعا ليم انفجر من الغضب وراح علشان يتكلم مع صديقه وقال له إن هو بيكذب، وأقنعه إن هو ترك حياة الإجرام. لكن صديقه اعترف بكل حاجة وقال إن هو السبب في الانفجار الأول وقتل بنت جاكي. فليم
ليم هدده واجبره يكتب كل الاسامي المجرمين اللي ساعدوه في تنفيذ الانفجارات، وبعد كده خلص عليه وبلغ رئيس الشرطة بالمعلومات اللي اكتشفها. وفي الوقت ده جون استجاب اخيرا لطلب عمه ليم ووصل للغابة علشان يخلص على جاكي، ده غير ان هو تتبعه باعجوبة وعرف يوصل للمكان اللي كان مستخبي فيه لانه اتدرب في الجيش الامريكي لسنين طويلة. بس جاكي كان مستعد لاي غدر، واول لما جون قرب منه فهجم عليه بشراسة رهيبة. وفي البداية جون تفوق على جاكي لانه اصغر منه في السن، لكن جاكي خبرته كبيرة جدا في القتال مع انه مصاب في كتفه، فقدر يستجمع قوته وهزم جون في النهاية، لكنه رفض يقتله وسابه يعيش. وجاكي اتكلم مع جون وعرفه ان جون دي عمليات خاصة زيه بالظبط، وان والده توفى وهو صغير وعمه ليم هو اللي رباه. فجاكي حس بالشفقة عليه وحرره من الأسر بشرط ان هو يعرف مين الشباب اللي سببوا الانفجار. وبالفعل جون قال لجاكي على كل المعلومات اللي يعرفها، واول ما روح للبيت فحكى لعمه على كل اللي حصل بالتفصيل. فليم حس بالغضب منه لانه فشل في المهمة بتاعته، وجاكي قدر ان هو يهزمه في القتال. اما ضباط الشرطة فحددوا مكان الشباب اللي زرعوا القنابل وجمعوا كل القوات الخاصة علشان يقبضوا عليهم. وفي نفس الوقت ده فجاكي اتنكر على شكل عامل صيانة ودخل المبنى اللي المجرمين عايشين فيه، وبعد كده كلم صاحبة المبنى واقنعها ان في مشكلة في الغاز ومحتاج يدخل الشقة اللي موجود فيها المجرمين علشان يقدر يصلحها. وبالفعل خطة جاكي نجحت، لكن المجرمين كانوا شاكين فيه، واول لما طلبوا منه يفتح الشنطة بتاعته فجاكي اظهر انها فيها رشاش وكلهم نزلوا طحن في بعض. بس جاكي كانت ردة فعله سريعة جدا ومهاراته اسطورية في القتال، ده غير ان هو قدر يخلص عليهم كلهم وقدر ان هو يرجع حقه اخيرا لانهم سببوا موت بنته، ده غير ان هو هرب على اخر لحظة قبل ما الشرطة تدخل الشقة. وجاكي اختفى وسط الناس والبوليس ما قدرش يعرف ان جاكي كان سبب في كل الفوضى اللي حصلت في المكان. اما ليم انطرد من منصبه كمرشح سياسي لان قائد المجرمين كان صديقه القديم، واول ما روح لبيته فاتفاجئ ان جاكي موجود قدامه، وجاكي كان معاه مستندات ماضي ليم الاجرامي، فاجبره ان هو ينشرها على الانترنت بنفسه علشان الناس تعرف حقيقته. وفي يوم من الايام مساعدة جاكي كانت بتنظف المطبخ وسمع صوت غريب جدا في المكان، لكنها اول ما بحثت عنه فعرفت ان جاكي رجع مطعمه من جديد، فحست بسعادة كبيرة جدا ورحبت بيه. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم فما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقولنا على الافلام اللي تحب نلخصها لك. اشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.